وبدأت الحياة الجمهورية في مصر. لما مصر خسرت حرب 48، وقتها المصريين لموا الملك والإنجليز والأحزاب واتهموهم بالخيانة. ومش كده وبس، دي أول فكرة لتأسيس الضباط الأحرار. وصلنا ل 1951 وكبر معانا النظام. وقتها اقترح جمال عبد الناصر إن هو يوسع لجنة القيادة، فاقترح بضم عبد الحكيم عامر الصديق الصدوق لجمال عبد الناصر، وبعدين ضم أنور السادات. والمفاجأة التانية بالنسبة لي إن جمال عبد الناصر كان دايما شاكك في أنور السادات. ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. لأنه كان الصديق الصدوق والمقرب لرشاد يوسف، ورشاد يوسف كان له علاقة وطيدة بالملك. لكن جمال عبد الناصر كان دايما بيردد كلمة ربنا يستر. مال وبعد كده اللي حصل إن الملك فاروق استبعد محمد نجيب من إدارة سلاح الحدود. وهنا ذكاء جمال عبد الناصر إنه قدر يستغل الموقف ويتعرف على محمد نجيب وضمه للقيادة. في الآخر بيحكي لنا خالد محي الدين إنهم اتفقوا إنهم يتحركوا في نوفمبر 1952، تقدموا الميعاد لأول أغسطس. بس محمد نجيب قال لجمال عبد الناصر إن القصر عرف جميع أسامي القيادات ولازم نتحرك فورا. لكن جمال عبد الناصر أصر أجل يوم كمان علشان يقدر يجيب حشد للقوات. في الآخر الخطة كانت بسيطة، وهي السيطرة على مركز القيادة وعزل كبار القوات والتحرك لعزل الملك. بعدين الضباط الأحرار قدروا ينفذوا الخطة بنجاح، وبدأت الحياة الجمهورية في مصر. قلت معايا لحد هنا، ما تنساش تعمل لايك وفولو لو انت أول مرة تشوفني، وشوف بقية الفيديوهات. سلام.